الآن ندخل إلى ما بحثنا اليوم، يعني الاغتسالة المسنونة 17. الأول يعني غسل الجمعة. لماذا قدم غسل الجمعة؟ لأن يسن الاغتسال بالجمعة هذا آكد بالنسبة لغيره. غسل الجمعة من فقط يريد أن يحضر المسجد ليؤدي صلاة الجمعة هذا يسن عليه أن يستحم أن يغتسل أولا. ومتى وقته؟ وقته يعني من طلوع الفجر حتى يذهب إلى المسجد. ثم إذا سئلتم وكيف تجيبون إذا سئلتم؟ حينما نحن نريد أن نستحم في الجمعة، هذا سنة الجمعة، ولنا الجنابة، وكيف الطريقة ليحصل بينهما، ليحصل كل منهما؟ فيكم الجواب. في سؤال آنفا موجود قاعدة لولا عرض بين جنابة وغسل سنة الجمعة. القاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يجيب أدنى بخصوصه. لو موجود جنابة ثم يغسل سنة الجمعة، حينما نحن يغسل جنابة لا واجب لنا لغسل الجمعة، لغسل سنة الجمعة. طيب أحسنت. ولكن إذا اعترض بينهما أين الأفضل؟ هل نحن نستحم نغتسل معا أو لانفراد أحدهما؟ كيف؟ أين الأفضل؟ هل نحن نستحم معا، يعني نحن نستحم بنية الجمعة وبنية السنة، أو الانفراد منهما؟ كيف؟ فيكم الجواب. ولكن الأفضل يعني انفراد بين غسل الجمعة وغسل السنة.